إفيه محدش واخد باله منه إطلاقا. الفنان فؤاد المهندس في فيلم اعترافات زوج لما كانت حماته ماري منيب وكانت رجلها مكسوره وطلبت منه انه يشيلها، وهو بيشيلها قوي كده وبيعن، نطق وقال ايه؟ يا سيد يا مصير. ليه يا سيد يا نصير؟ ممكن بعض الناس اللي قاعده تستغرب، احنا معروف ان الناس احيانا لما بتتكلم بتقول لك ايه؟ شلاه يا سيد يا بدوي، انما هو قال سيد نصير. مين سيد نصير ده بقى؟ سيد نصير ده يا جماعه اول مصري وعربي وافريقي يفوز بميداليه ذهبيه في الاولمبياد. طب ايه اللي حصل؟ تعال اقول لك. مصر شاركت في الاولمبياد في 3 دورات، سنه 1912 وما كسبناش حاجه، سنه 1920 بقى وبرضه ما كسبناش حاجه، سنه 1924 بقى وبرضه ما كسبناش حاجه. بقى سنة 1928 كان عندنا هنا رافع أثقال رباع اسمه السيد نصير. طبعا الكل كان متوقع إن عمنا سيد نصير هيدغدغ الدغادير. طب ليه؟ عمنا سيد نصير بيتولد في طنطا، بالتحديد في 31 أغسطس سنة 1905. وبما إنه اتولد في طنطا وبما إنه من بلد السيد البدوي فسموه السيد. على فكرة ناس كتير جدا في طنطا بتسمي أولادها اسم السيد نسبة إلى السيد البدوي. دخل مدرسة طنطا وبعدها المدرسة الثانوية، وهناك ابتدى يتعلم رياضة رفع الأثقال. المهم عشان ما اطولش عليه، عندنا السيد البدوي كان بيحب يروح فين؟ اكيد مولد السيد البدوي، وهناك كان بيتفرج على العاب البطل المصري القديم عبد الحليم المصري. وطبعا يا سيدي اصلا اللي نشر رياضه رفع الاثقال في مصر السيد نصير اتجنن بيه وقال لك انا لازم ابقى زيه. في المدرسه بتاعته قدر يكون لنا فريق لرفع الاثقال، وفي سنه 1925 اشترك السيد نصير في بطوله القطر المصري اللي هي زي بطوله الجمهوريه عندنا كده، فضل محتفظ بيها لسنه 1928. طب بما اننا رايحين الاولمبياد يبقى طبيعي ان احنا ناخد مين معانا؟ سيد نصير. لكن سيد هنا ما قالش احنا هنروح والسلام، لا ده فاز على الكل هناك وكمان خد الميداليه الذهبيه. الدوله قالت لك الله، طب ما احنا حلوين اهو، انشر لي يا ابني رياضه رفع الاثقال دي، الصالات، شغل العدادات، اقفل التكييفات وزود البنزين على الاخر. الرياضه انتشرت قوي في مصر بسبب الراجل ده. سنه 1930 يفوز السيد نصير برياضه رفع الاثقال للوزن الثقيل في المانيا. سنه 1931 يفوز بنفس الرياضه ولكن في لوكسمبورغ. وهنا سيد نصير بيحصل من مصر على وسام النيل، اعلى وسام في مصر على فكره في الاربعينات وبالتحديد من الملك فاروق. وكمان سنه 1956 بياخد وسام الرياضه من الرئيس جمال عبد الناصر. لما كبر كمان اتعين وكيل لوزاره الشباب. سيد نصير كان عنده ولد وبنتين، الولد اسمه حسن والبنتين فاديه وناديه. في بطوله لرفع الاثقال اتعملت في اسكندريه سنه 1977 اتسمت البطوله على اسمه، ليثبت لك قد ايه ان السيد نصير كان عظيم ومؤثر. ان الاولمبياد اللي هو كسب فيها الذهبيه كانت سنه 1928. سنه 1932 ما شاركناش. وشوف بقى سنه 1936 عملنا ايه؟ عندنا انور مصباح خد ذهبيه رفع الاثقال، خضر التوني ذهبيه رفع الاثقال، صالح سليمان فضيه رفع الاثقال، ابراهيم شمس برونزيه رفع الاثقال، ابراهيم واصف برونزيه رفع الاثقال. اللي هو كأن المنظمين كانوا ماسكين ميكروفون بينادوا يا جماعه في حد هنا من المصريين ما خدش ميداليات لسه؟ الاستاذ اللي هناك اللي بيعمل حمام خدت ميداليه ولا لسه؟ تخيل بقى ان سيد نصير كان هو الرياضي الوحيد في مصر في الوقت ده اللي الشاعر العظيم احمد شوقي كتب عنه ابيات شعر. شوف انت بقى لما امير الشعراء يكتب فيك ابيات شعر. ومعلش وقت الفيديو مش هيساعدنا ان احنا نقراها، فهسيبها لك في الوصف في الفيديو لو انت حابب تقراها. أثر قوي سيد نصير بالنكسة اللي حصلت سنة 67، ولكن ربنا بيمن عليه بالنصر. بيموت سيد نصير بعد حرب أكتوبر بسنة واحدة بس سنة 1974 وعنده حوالي 69 سنة. في النهاية أتمنى بجد إن القصة تكون عجبتك. لو حابب تشوفنا تاني وأنت على الفيسبوك اعمل لنا متابعة، لو على اليوتيوب اشترك في القناة. السلام عليكم.